خليك معايا ثواني وتخيل إنك واقف قدام تمثال مش بيتكلم، لكن بيحكي تاريخ كامل. مش أي تمثال ولا مجرد حجر قديم، ده رمز اتنحت علشان يقول حاجة واحدة بس: القوة. النهاردة حكايتنا عن تمثال الملك رمسيس الثاني. يلا نبدأ يا متابعين قناة ترند بوكس. أول لحظة تشوفه تحس إن في حاجة بتضغط على صدرك، مش خوف، هبة. الوقفة مستقيمة ولا فيها تردد، والملامح هادية لكن ثابتة، كأن الملك لسه موجود ولسه الحكم في إيده. رمسيس التاني مش اسم عادي في التاريخ، ده واحد من أطول الحكام حكما، أكتر من 60 سنة. ساب وراه معابد وتماثيل لسه واقفة بتقاوم الزمن. الضخامة هنا مش استعراض ولا مبالغة، الضخامة كانت رسالة بتقول الدولة قوية والملك ثابت. وده أول معنى نفهمه، إن الأثر الحقيقي مش في الصوت العالي، لكن في اللي يفضل واقف بعد السنين. التمثال الأشهر اللي كان في ميدان رمسيس اتنقل مش علشان يتشال، لكن علشان يتصان، رحلة من قلب القاهرة للمتحف المصري الكبير، كأن التاريخ بيمشي خطوة للمستقبل من غير ما ينسى الماضي. وده درس مهم، الحاجات اللي ليها قيمة لازم نحافظ عليها. ملامح رمسيس مش غاضبة ولا متوترة، هادية واثقة، عارفة مكانها. وكأن التمثال بيقول الهيبة مش محتاجة ضجيج. وفي الآخر تمثال رمسيس مش حجر ولا أثر، ده دليل إن مصر كانت وما زالت أرض القوة والاستمرار. دي كانت حكاية تمثال رمسيس الثاني من قناة ترند بوكس. ولو حابب تكمل الرحلة في عظمة تاريخنا، ما تنساش اللايك والاشتراك